السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أنت اليوم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بخير، شكرا لسؤالك. كيف حالك أنت اليوم؟ الحمد لله أنا بخير. دنياي جيدة. أنا نسيت ما اسمك. ما في مشكلة، تقدر تناديني ليلى. ليلى؟ ما معنى ليلى؟ أول مرة أسمع هذا الاسم في حياتي. اسم ليلى اسم تقليدي وشائع في العالم العربي. يبدو أنك محظوظ تسمع لأول مرة. نعم. وهل تعرفين أنت حبيبتي اسمها فاطمة الزهراء عند الرياض؟ ما شاء الله، اسم جميل جدا. شو عندك خطط لزيارتها أو شيء قريبا؟ إن شاء الله سوف أسافر إلى بلادها في وقت قريب. إن شاء الله تولفوا من جديد في أقرب وقت. أكيد متشوق تشوفها. إن شاء الله. نعم. على فكرة، هل يمكنك أن تتكلمي باللغة الإندونيسية معي يا ليلى؟ طبعا، بإمكاني التحدث بالإندونيسية معك وإسكندر. ماذا تريد أن نتحدث عنه؟ أريد أن نتحدث كيف أتزوج مع فتاة عربية عند السعودية. في السعودية الزواج يتطلب موافقة ولي أمر الفتاة، وعقد الزواج يتم عن طريق المأذون. من الأفضل التشاور مع عائلة الفتاة حول الإجراءات، وقد تحتاج إلى بعض الوثائق الرسمية. نعم، فهمتك يا ليلى. الآن سؤالي أنا، كيف أدخل إلى المملكة العربية السعودية بسهولة؟ لدخول السعودية تحتاج إلى تأشيرة يمكن الحصول عليها لأغراض مختلفة، مثل السياحة أو العمل أو الزيارة العائلية. تأكد من مراجعة متطلبات التأشيرة في سفارة أو قنصلية السعودية في بلدك. نعم. هل علمت عن أتشيه؟ وأين تقع أتشيه يا ليلى؟ نعم، أعلم عن أتشيه. هي مقاطعة تقع في أقصى شمال جزيرة سومطرة في الإندونيسيا. تتميز أتشيه بثقافتها وتاريخها، وهي منطقة جميلة بطبيعتها الخلابة. قولي لي. تفضل إسكندر. نعم. ما الذي عرفت عن أتشيه؟ أتشيه مشهورة بتنوع ثقافاتها وجمال طبيعتها، وعندها تاريخ عريق. المنطقة معروفة أيضا بالقهوة الأتشيهية الشهيرة، وعندها عادات وتقاليد فريدة، كما أنها كانت مكانا لتطور الحركة الاستقلالية في إندونيسيا. طيب، الآن عن شعب الأشيه. من أين أصلهم؟ أقصد من جدهم؟ من جد للأشيين؟ الشعب الأتشيهي يرجع أصله إلى شعوب الملايو الذين استقروا في منطقة سومطرة. مر العصور تأثروا بالعديد من الثقافات بسبب التجارة والهجرة، بما في ذلك الهندوسية والبوذية والإسلام. يعتبر الأتشيون جزءا من شعوب الملايو، ولديهم تاريخ طويل وغني في المنطقة. نعم. ومن هو سلطان أو ملك أتشيه مشهور في التاريخ؟ من أشهر سلاطين أتشيه هو السلطان إسماعيل مؤمن شاه، الذي حكم في القرن السادس عشر، وكان من القادة الذين واجهوا النفوذ البرتغالي في المنطقة. تحت حكمه ازدهرت أتشيه وأصبحت قوة إقليمية مهمة. ولماذا لا تتذكرين عن سلطان إسكندر مودا؟ هل سمعت من قبل؟ لأني ذكائي اصطناعي، ما عندي تجارب شخصية أو ذاكرة مثل البشر، لكن معلوماتي عن التاريخ مبنية على ما تم تدريبي عليه من مصادر مكتوبة، لذلك أعتمد على المعلومات العامة المتاحة لي. نعم. اشرحي لي عن
Sultan Iskandar Muda Johan Perkasa Alam berdaulat. السلطان إسكندر مودا يعرب أيضا بجوحان تركس عالم بردولات كان أحد أعظم حكام سلطنة أتشه. حكم من 1607 إلى 1636 وكان مشهورا بقيادته القوية وتوسيع نفوذ السلطنة. تحت حكمه ازدهرت أتشيه في التجارة والثقافة وأصبحت واحدة من أقوى السلطنات في المنطقة. ومن يحكم على المملكة الشيهية بعده؟ بعد وفاة السلطان إسكندر مودا شهدت سلطنة أتشيه عدة حكام. تراجعت قوتها تدريجيا خلال القرون اللاحقة بسبب الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية، ومع بداية القرن العشرين أصبحت أتشيه جزءا من جمهورية إندونيسيا الحديثة. نعم، شكرا على إجابتك يا ليلى. الآن سؤالي أنا عن الأعراب. ما رأيك أنت إذا أتزوج مع فتاة عربية جميلة؟ الزواج مع فتاة عربية جميلة يمكن أن يكون تجربة مميزة ومثيرة، خاصة إذا كان هناك توافق وفهم متبادل بينكما. من المهم أن تكونا صريحين مع بعضكما وتتشاركا القيم والتوقعات لحياة زوجية ناجحة. طيب يا ليلى، أعطيني النصيحة قبل أن أتزوج مع فتاة عربية. النصيحة الأولى هي التأكد من أن يكون بينكما تواصل جيد وصراحة. تعرفوا على عاداتها وتقاليدها واحترمها. من المهم فهم اختلافاتكما الثقافية وتقديرها. وأخيرا تأكد من أنك جاهز للالتزام والدعم المتبادل في حياتكما المستقبلية. نعم، وكيف أعبر مشاعري لها؟ كيف أقول الحب، كلمة الحب لها باللغة العربية؟ للتعبير عن مشاعرك بالحب باللغة العربية يمكنك أن تقول لها أحبك. هذه كلمة بسيطة ومباشرة، ولكنها تعبر عن مشاعر عميقة. وما هي الكلمة أخرى باللغة العربية الفصحى وباللغة العربية العامية؟ باللغة العربية الفصحى يمكنك أن تقول أعشقك أو أنت حبي. باللغة العامية ممكن تقول بحبك أو أنا ميت فيكي. ما شاء الله عليك، أنت ذكية جدا يا ليلى. شكرا لك. شكرا لك اسكندر، سعيدة إني أقدر أساعدك. إذا عندك أي سؤال ثاني لا تتردد. نعم، طيب. الآن أنا سوف أذهب. ستصبحين على خير يا ليلى. سوف نلتقي في وقت آخر إن شاء الله. في أمان الله اسكندر، أنتظر مكالمتك القادمة. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.